النهاردة هنعمل وصفة بجد من الآخر. هنعمل تارت الشوكليت بدون أي نوع من أنواع الزبدة، بدون أي نوع من أنواع الدقيق. وصفة خطيرة، أتمنى تجربوها، أتمنى تعجبكم. عندي في الكبة حطيت كوباية وربع من المكسرات. أنا عملت ميكس ما بين عين الجمل واللوز. تقدروا تعملوا ميكس اللي انتوا عايزينه أو نوع واحد بس من المكسرات، مفيش أي مشكلة. بعد ما طحنته ناعم بالشكل ده، حطيت بقى عليه الاضافات التانية. هحط عليه ربع كوباية من جوز الهند، ربع كوباية من السمسم، ومعلقتين كبار من العسل او من سكر ستيفيا زي ما انتوا حابين. هقلبه كويس كده مع بعض. بعد كده هبدأ اعجن العجينة بحوالي معلقتين كبار مية، ما تزودوش عن كده عشان تتلم معاكم وتبقى عجينة حلوة، ما تبقاش سايبة. انا عايزة عجينة طرية بالشكل ده. ممكن تستخدموا قالب التارت او اي قالب انتوا حابينه. انا حبيت استخدم القالب ده. دهنتها دهنة زيت زيتون. الشوكليت بقى اللي احنا بنصبها على التارت دي وصفة الشوكليت اللي احنا عملناها قبل كده في الصفحة. شوكليت بالحمص، بجد خطيرة. وكنت قايله لكم ان انتوا ممكن تعملوا بيها حلويات. انا عملت بيها قالب الحلو ده، خطير، لازم تجربوها فعلا. لما بتدخلوها كمان في وصفات بتبقى رهيبة. انا زينتها، دخلتها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة تلت ساعة على حسب طبعا الفرن بتاعنا. انا زينتها بقى بشوية فراولة، جوز هند، بجد خطيرة، بتدوب في البق. المكسرات مع وصفة الشوكليت رهيبة.